تروح كده تسلم على واحد ما شفتوش من زمان، فهو بقى ايه، ازيك يا اسطى، عامل ايه، عامل ايه، اقعد ايه ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ خلاص هي دي بس اللي هتبين المشاعر، يا انا هتكسر، انت غريب قوي. ولما تروح بقى في مكان كده مفتوح بقى وفي ناس كتير جدا، وتروح تسلم على بنت، وفي ناس بقى بيبصوا لك وكده في الحدث ده، تروح بقى تقول لها ازيك عامله ايه، فتقول لك لا سوري ما بسلمش على ولاد. يا بنتي طب ايه يا بنت، طب الناس طب شكل زباله قوي، طب بصي يعني دي لحظه بس، مش هنحس باحساس قذر على فكره، عادي يعني. طب نزلي كم القميص طيب، طب كم القميص يا بنت، الناس يا بنت، يا بنت الناس يا بنت، ايه دي يا بنت، ده الحاجات دي والله واحد هنتعب. يكون بيتكلم يعني حبيبتك كده بالليل في التليفون، وكاتب فيها قصيدة، وعمال بقى تقول لها بحبك وبموت فيكي، وانت بكرة والأمل والحياة، يا بنت بحبك يا بنت، يا بنت بحبك يا بنت. هو انا صحيح عرفت قبلك يارا وبسنت ونرمين، بس هم دلوقتي متجوزين نجول تاني. ففجأة تلاقيه بتقول لك وادي يا اشرف ايه في اللي باب يا ولا، يا بنت ده انا بقول فيك قصيدة يا بنت، اشرف مين؟ اشرف مين يا بنت اللي عندك ده؟ اشرف قلت له بقول لك قصيده، طب قولي لي اي حاجه شكرا طيب. طب قوم يا بنت قومي، ولا انت لي اشرف، انا عايز اشرف احب فيه، والله احب في اشرف يا بنت. انت غريبه قوي يعني بقى تكون عند قرايبك كده، قاعد عزومه عاديه جدا، وبتقدم لك حاجه ساعه، فانت مش عايز يعني، هو مش عايز والله، تمام شكرا. فتلاقي بس الست بتقول لك لا لازم تاخد، مش عايز، لا لازم تاخد، لو كنت اشرب اشرب، مش عايز، مش عايز مش عايز يا ست انت مش عايز. فبعد الالحاح بقى تاخد بق بقى وتسيب الكوبايه، فتلاقي بقى الست محزونه، يا بنت انت خبطتينا يا ست انت في يا بنت. بتقول لك لا لازم تكمل الكوبايه عندنا بنات. طب انا مالي، انت عندكم بنات انا مالي، ده انت عندكم بنات انا مالي، انا مال امي، لا لازم تكمل الكوبايه عشان كده مش هيتجوزوا. يعني انا كله كده يخرب بيت الجنان ده، احنا في ايه ده. او يا عيني بقى تروح كده تنزل بوست على الفيسبوك وتقول كل سنه وانتم طيبين بالسنه الجديده، وكل سنه والمسيحيين بخير، فعادي يعني، وتتمنى ليهم سنه جديده للكل، وكل واحد كده يحقق اللي هو عايزه. فتلاقي واحد بكتب لك في الكومنتات لا يا اخي لا لا هذا كفر، لا تبارك الكفار باعيادهم، لا لا يا دي انت يا مجنون، يا انت يا عبيط انت، انت احنا افرح يا لفرح الناس، الناس بتفرح يا، انت احنا داخلين على سنه يا، تشوف انت هتعمل في امها ايه، شوف انت ايه اللي انت هتعمله جديد اللي هتفيد بيه الناس وهتفيد بيه نفسك وهتعلى من شأنك يا انت فرح الناس يا تفرح ايه. او تكون انت قاعد بقى مع صاحبك كده، يقول لك يا دي الواد مين، انا دلوقتي بيبوس بقى بيبوس، يا انت دلوقتي بيبوس بقى في الكنيسه بقى، خلاص بقى مواعيدهم بقى بيبوسوا بعض. فتلاقي مينا معدي كده في الواد يقول له يا ده مينا، يا ده انت بص انت صح، بص يا ده انت نهارده يا ده، بص ايه بص ايه ده يعني انت في اطهر مكان ويعني في بيت ربنا، انتوا بتجيبوا الافكار دي منين؟ لو يقول لك المسيحيين ريحتهم وحشه، انتوا الافكار دي بتجيلكم منين؟ والله بتجيلكم منين، قولي له بس، ده انتوا عالم غريبه، ايه ده؟ خدني معاك، خدني معاك في الكريسماس، خدني معاك ولا في الكريسماس والصوص.